عمرك لاحظت إن ممكن 2 يطلبوا منّك نفس الطلب، بس في حد توافق معاه على طلب وحد تاني ترفض طلبه تمامًا؟ الحقيقة في تقنية من تقنيات الإقناع أو التأثير على الآخرين اسمها framing effect أو الإطار الذهني. الحقيقة برضه إن التقنية دي بنستخدمها كتير جدًا في العلاقات وفي الإعلانات وفي الإعلام وفي حاجات كتير جدًا. يعني مثلًا لمّا آجي أعمل إعلان عن عملية أقول لك نسبة نجاحها 90%. لو قُلت لك نسبة نجاح العملية دي أو نسبة فشل العملية دي 10% عمرك ما هتخاطر بحياتك. لمّا آجي أقول لك إن العصير ده خالي من المواد الحافظة، بس عمري في حياتي ما أقدر أقول لك إن العصير ده معصور بقى له أسبوع مثلًا ومش طازة أصلًا. لمّا آجي أقول لك أنا مُعتمد عليك في الموضوع ده، عمري في حياتي ما هاقدر أواجهك إن أنا باحاول أستنزفك أو باحاول أخلّيك تضحّي علشان خاطري. الحقيقة إن الإقناع ليه أساليب كتير جدًا هنتكلم عنها إن شاء الله الخميس الجاي في حلقة الساعة 19:00. أنا نرمين هيكل، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها.